ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ حاجة من الحاجات اللي اتغيرت على مستوى الزمن فكرة ان زمان كانوا بيتباهوا جدا بالحاجات الاقل. يعني لو عنده حاجة وقدر ان هو يعملها بشكل احسن او ان هو يقولك ان الحاجة دي كان ناصح جدا وذكي جدا ان هو جابها بالسعر الاقل، كانوا الناس بينبهروا من النقطة دي وبيعتبروا ان ده مجال للفخر. مع مرور الزمن طبعا بسبب اسباب كتيرة الناس اختلفت منطقها، بقى فكرة ان هي تقول ان الحاجة دي قد ايه هي غالية هو ده اللي يستدعي للفخر، رغم ان هو ممكن يكون شايف ان هو بيضحك عليه وعارف انه بيضحك عليه، واللي بيتفشخر قدامه بالنقطة دي عارف ان هو اتضحك عليه، وحتى ممكن يكون مش مصدقه ان هو دفع المبلغ ده في الحاجة الفلانية. لكن خلاص لان المظاهر بقت هي اللي غالبة وكده، فبقى الفشخرة بان هو دفع قد ايه. يا جماعة المشكلة في النقطة دي ان هي بتخلي الناس في حالة تنافس بلهاء كده عشان يتنافسوا مين اللي بيدفع اكتر، ومين اللي لما يقولك ان هو دفع اكتر فده معناه ان هو معاه اكتر. وفي الاخر الناس دي مش عايشة في المستوى الاجتماعي اللي هم بيحاولوا يظهروا للناس اللي هم عايشين فيه. هم عايشين في مستوى اجتماعي عادي جدا، ولكن بيحاولوا يشتروا الحاجات اللي تبينهم ان هم اغنى او ان هم عندهم حاجات اكتر من الناس العادية. طب يا جماعة لو انت عايز تتباهى ان انت عندك حاجات اكتر من الناس التانية، اتباهى ان انت عندك علم، اتباهى ان انت عندك ثقافة، اتباهى بحاجات غير مادية، عشان الحاجات المادية دي حاجات فانية، لكن مخك وعقلك هو دي الحاجات اللي المفروض هتبقى باقية معاك، علشان على الاقل لما تيجي تتكلم في اي حوار ما تتكشفش كده بمدى ضآلة عقلك، في مقابل ان انت فعلا بتعوض النقص اللي جواك ده في ان انت تحسس الناس ان انت ملك وتملك من الاشياء اللي هما ما يملكوهاش. لو المعلومة عجبتك متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، في نفس الوقت تعملها سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد تتابع الحلقات الجاية. شكرا.